أسعد الله أوقاتكم أعزائي الكرام بكل خير وعافية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع الجديد. اليوم نتكلم على أسعار المواشي، الخرفان والنعاج والأغنام في السوق. هذا العلالش أعطاو فيهم 6,650,000 زوج كما راكم تشوفين. الله يبارك، ما مش قاطعين الصوف لحد الآن. هذو زوج خرفان صغار كما راكم تشوفين أعزائي المشاهدين. كما راكم تشوفين عاطين فيهم 3,300,000 زوج خرفان ذكور. هذو كما راكم تشوفين. الله يبارك الله يبارك. هذو علالش كما راكم تشوفين لسه ما مش قاطعين الصوف، عاطين فيهم 5,700,000 كما راكم تشوفين. الله يبارك. 4 علالش ذكور عاطين فيهم 5,700,000. هذو رسلة نتاع علالش هم دايرينهم في قروالع، دايرينهم في زريبة كما راكم تشوفين، عاطين فيهم 5,500,000 5,500,000 ما مش قاطعين الصوف. هذو اللي يقوا عيادة. الله يبارك الله يبارك، مقارين صافيين ما شاء الله. هذو أكباش كما راكم تشوفين عاطين فيهم 7,200,000 7,200,000. مانيش عارف شوية غاليين. هذو حاس بهم أنا بلي شوية غاليين، ما مش كما اللي قبيل. هذو خروفاتهم قدامكم كما راكم تشوفين أعزائي الكرام. اللي راهم في الزريبة هذه راهم في 2,400,000 خروفات قاع، ما فيهمش خروف ذكر. وهذو علالش راهم في 6,850,000 كما راكم تشوفين. هذو خرفان قبيل درناهم وتكلمنا عليهم أذكور، راهم في 3,300,000. هذو علالش راهم في 6,650,000. وهذو العلالش راهم في 5,700,000. وهذو علالش راهم في 5,700,000. هذو هما اللي قبيل نفسهم. هاهم 4 زوج صادين لهون وزوج صادين لهيه. هذه المجموعة نتاع العلالش اللي راكم تشوف فيها داخل الزريبة هذه راهم في 5,500,000. واللي يجوا بعدهم أيضا هذو علالش، مجموعة من العلالش عاطين فيها 5,500,000 هذوك اللي قبيل. وهذو عاطين فيهم 7,200,000 7,200,000. قلت لكم أنا حسيت بهم غاليين شوية السوق. وهذو مجموعة من الخروفات، خروفات داخل السوق راهم في 2,400,000. هذا المقاطع القادمة من سوق من أحد الأسواق في ولاية مسيلة. وهذيك مال عنده شهر 120 2,800 عنده شهر 2,800. هذو 3 خرفان هنا. هذا الموال راه يشكي باللي العلف غالي، الشعير والمباقة راهم غاليين، وتربية المواشي أصبحت غير صالحة، ما قدرناش نربو. هذا يتكلم على تربية المواشي، تربية الخرفان وتربية المواشي. اليوم طايح السوق ولا شوي طالع؟ السوق طايح اليوم قالك حتى 500,000 600,000. هذو خرف هذه مجموعة من الخرفان قلنا عاطين فيها 5,700,000. الموالة يشكو حليلهم الخلايق، العام غالي، العام صعيب عليهم، تربية المواشي أصبحت غالية بزاف. الكثير من الموالين راهم دخلوا البلاد وتركوا هذا المهنة. قال لك التجار راه يربح خير منا، رغم أننا حنايا نشدوه ونربوه طول العام ومن بعد يجي تجار يربح خير منا ومريح خير منا، ما يتعبش كما رانا نتعبوا حنايا في التربية نتاعو. عزيزي المشاهد، ندعوك إلى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا ترك آرائكم وتعليقاتكم بالأسفل. دمتم في رعاية الله وحفظه.
الآن نترككم مع هذه الصور مدونة عليها أسعار الخرفان أو الخروفات أو العلالش. حسب كل صورة تجد المبلغ أو السعر اللي راهم عاطينه في هذه المجموعات. شاهد هذه الصور ولا تنسى ترك تعليقاتك أيها المشاهد الكريم بالأسفل. هل السوق راه طايح؟ هل المواطن الجزائري يستطيع شراء كبش العيد أو الأضحية؟ هل الممولين بالفعل راهم صادقين وراهم يعانوا من تربية المواشي هذه؟ هل السلالة ستنقرض؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. اللهم إننا نسألك الغيث النافع، اللهم إننا نسألك الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين.